تخيل إن في سر خطير عن جسمك العالم كله فضل سنين طويلة قوي ماشي وراه غلط، أكتر من 1500 سنة من فهم الغلط. يا ترى مين الجريء اللي اكتشف الغلط ده؟ ومين اللي شاف الحقيقة اللي محدش شافها قبله؟ والأهم، ليه اسمه اختفى من كتب التاريخ لمئات السنين؟ النهاردة هنرجع بالزمن أكتر من 700 سنة، هنروح دمشق، وهناك هنعرف سر واحد من أذكى الدكاترة في التاريخ، سر ابن النفيس، الدكتور اللي فهم سر الدم قبل العالم كله، بس حياته كان لها قصة تانية. في دمشق الجميلة اللي كانت مليانة علم، اتولد ولد اسمه ابن النفيس. من صغره كان دماغه غير أي حد، كان بيقرأ الكتب ويفكر بعمق، مش بيحفظ بس، كان دايما بيسأل ايه السبب وازاي ده بيحصل. في زمن ابن النفيس الطب كان كله ماشي على كلام دكتور يوناني عظيم اسمه جالينوس. كلامه كان زي القانون ومحدش يقدر يقول عليه كلمة. جالينوس كان بيقول إن في فتحات صغيرة في القلب بتخلي الدم يعدي من ناحية لناحية مباشرة. فكرة كانت سهلة وكل الناس مصدقينها، بس غلط. تخيل دكتور زي ابن النفيس بيتعلم الطب، بيقرا الكتب، بس كل حاجة جواه كانت بتقوله في حاجة مش منطقية هنا. الصوت ده ما كانش مجرد شك، كان زي خنجر بارد بيطعن في قلبه. ازاي ممكن تشكك في العالم اللي كله اعتبره إله الطب؟ دي كانت معركة حقيقية جوه عقله وقلبه، بين الحقيقة اللي شايفها بعينه وبين الخوف من مواجهة جيش من الأفكار الراسخة. تحدي كان ممكن يخليه يطرد من مهنته أو يخسر احترام كل زمايله، وممكن كمان يعرضه لخطر من اللي كانوا بيشوفوا كلام جالينوس ده زي الدين. لكن جواه كان في إيمان أقوى، إيمان بإن الحقيقة أهم من أي خوف. بس ابن النفيس ما استسلمش للخوف ده، قرر إنه لازم يتأكد بنفسه. بدأ يدرس جسم الإنسان بدقة رهيبة، مش بس من الكتب، لأ ده كمان كان بيشرح ويشوف كل عرق وشريان بعينه، وقعد يبحث كتير لحد ما وصل للحقيقة اللي صدمت العالم كله. وهنا في لحظة عبقرية مفيش زيها، اكتشف ابن النفيس سر غير وش الطب للأبد، الدورة الدموية الصغرى. اكتشف إن الدم لازم يروح من القلب للرئتين عشان يتنقى ويتنفس صح، بعدين يرجع تاني للقلب عشان يروح لكل الجسم. دي كانت حاجة جنان، فهم عميق لأهم جزء في جسمك. ودي كانت لحظة قوة وتألق، لحظة عبقرية سبق بيها عصره ب300 سنة كاملين. ابن النفيس كان عارف إن اللي اكتشفه ده مش مجرد نظرية جديدة، دي كانت ثورة على فكر سائد ومتحكم بقاله قرون. كان عارف إنه بيحط نفسه في مواجهة الكل، لكن الشجاعة اللي جواه خلته يقرر يسجل اكتشافه ده في كتابه العظيم شرح تشريح القانون. كان بيتكلم عن الدم بطريقة ولا عالم قبله قدر يتخيلها، وكأنه بيصرخ بالحقيقة دي في وش كل اللي كانوا مصدقين الغلط. الكلام ده قبل ما سيرفيتوز وهارفي يكتشفوا الدورة الدموية بفترات طويلة. وبالمناسبة دول هم مكتشفين الدورة الدموية الصغرى، أو زي ما العالم الغربي بيقول. بس التاريخ ساعات بيكون قاسي قوي، خصوصا مع اللي بيجوا بأفكار بتكسر اللي الكل مصدقه. مرت سنين وسنين، جيل بيجي بعد جيل، وفضل اكتشاف الدورة الدموية الصغرى اتنسب لدكاترة تانيين في الغرب، كأن في قوة أو أفكار قديمة مش عايزة تتغير، حاولت تمحي اسمه من الوجود، تطمس نوره للأبد. فضلت عبقريته مدفونة تحت التراب لمئات السنين. 300 سنة ظلم تاريخي، ده ما كانش مجرد نسيان، لحد ما جت سنة 1924 والأول مرة في التاريخ الحديث، وبصدفة غريبة جدا دكتور مصري اسمه محي الدين التطاوي وهو بيدور في كتب قديمة في مكتبة كبيرة في برلين لقى الكنز المنسي ده، لقى كتاب ابن النفيس وكشف السر الصادق. ابن النفيس كان هو الأول، كان هو الرائد. تخيل الحقيقة اللي اتكتبت من زمان قوي طلعت بالصدفة في مكان بعيد قوي. ابن النفيس مات، بس للأسف قصته وعبقريته ونوره فضلوا مستخبيين لمئات السنين. اسمه ضاع، لكن علمه كان نور قوي، فضل ينور طريق الدكاترة بعده حتى لو معرفوش مصدر النور ده. يا ترى كم بطل عظيم زي ابن النفيس نسيناه، وكم اكتشاف غير الدنيا ضاع من الذاكرة بسبب الإهمال أو الظلم. قصة ابن النفيس مش بس حكاية عن عالم، دي دعوة لينا كلنا، دعوة إننا ننفض تراب النسيان عن كنوز تاريخنا ونرجع الحق لأصحابه.
لأن الحقيقة مهما طالت المدة لازم هتظهر، وابن النفيس يستحق إن العالم كله يقوله شكرا.